طيب كابتن سيد، خليني اسالك برضو على الزمالك وبيراميدز، بس من ناحيه بيراميدز، من الناحيه الثانيه بيراميدز عنده القدره ان هو يتعامل مع المباراه ديت بشكل عامل ازاي من وجهه نظرك؟ في ضوء برضو فريق عنده عمق كبير جدا في السكواد بتاعه، فريق الناس مش حاسبه حساباتها قوي ان هو ممكن يعمل حاجه في البطوله ديت، الناس حاسبه حسابات اهلي وزمالك اكتر منها بيراميدز، مع ان انا احس انه الفرقه ديت فرقه مبنيه بشكل كبير وبشكل قوي، بس الناس شويه من انه بيراميدز مع الدبدبه في اخر كام موسم في الدوري العمليه فكت منهم، فبيقول لك لا مش هيعملوا كده. هل فعلا مش هيعملوا كده ولا يقدروا؟ بص، هو بيراميدز بيعمل العكس. اول ما تعمل حسابه ان هو هينافس ومنافس قوي وهو اقرب فرقه للدوري، يعني خلال السنتين ثلاثه اللي فاتوا كان اقرب فرقه للدوري. أيوة. وهو اللي بيضيع الدوري. ماتشين ثلاثه في الاخر بيتعادل بيخسر. السنه اللي فاتت خسر ماتشين في نهايه الدوري من فاركو وفرقه ثانيه. السنه اللي قبلها ماتشين بتوع النادي الاهلي. فمعظم الوقت اول ما بيحس ان هو قريب من البطوله بيضيعها. السنه دي الوضع مختلف، الناس كلها مش حاطه بيراميدز في الحسابات، كله عمال يتكلم الاهلي ولا الزمالك. الاهلي والزمالك قريبين وكل حاجه، بس بيراميدز موجود في الصوره انه عنده ماتش مع الاثنين وعدد نقاطه. هو لو كسب الاهلي والزمالك هو خد الدوري الرسمي مباشره. يعني هو خد الدوري الرسمي. بس اللي انا بكلمك فيه، انا بحس ان لعيبه بيراميدز البطولات كلها بالنسبه لهم، يعني بطوله افريقيا اما ما كانوش مرشحين من بدايتها لحد ما وصلوا فاينل خدوها. اول ما تقول لهم انتوا البطوله دي انتوا قريبين منها هتضيع. فانا بشوف ان ماتش نادي الزمالك، يعني هم لعبوا نادي الزمالك كتير، نادي الزمالك كل لما يبقى عنده نقص كبير جدا، عنده لعيبه قليله ما عندوش قيد، بيكسب بيراميدز. يعني ده الطبيعي دايما. فدي المشاكل بتاع نادي بيراميدز. يعني انا بشوف الماتش ده صعب جدا، بس بشوف ان نادي الزمالك ما عندوش حته، يعني ممكن يخسر نقاط من فرق ثانيه. يعني ممكن هو بيلعب انبي يخسر، ممكن هو بيلعب سموحه يخسر، هو بيلعب بيراميدز بشوف ان هو صعب ان هو يخسر، يتعادل او يخسر، دي بتبقى صعبه شويه. على جانب تاني من ناحيه تانيه تخص النادي الاهلي، عندك ثقه في ان النادي الاهلي عنده القدره على العوده، على انه يكسب بيراميدز، يكسب بطوله الدوري، يستفيد من اي نتائج تانيه ممكن تحصل حواليه؟ انا عندي الثقه وقلتها من بدري قوي، بس انا بتفاجئ ببعض الحاجات. يعني بعض الحالات، يعني زي الماتشين بتوع سيراميكا وسموحه، ما ينفعش فرقه عايزه تاخد بطوله دوري يبقى الروح في الملعب بالشكل ده، يبقى الريتم ماشي على الوضعيه دي، الدقيقه 70 الدقيقه 80 وانا هادي جدا وبلعب بريتم هادي وبقعد انقل الكوره وانا الامور عاديه والناس كلها شايفاني. لما ما بفاجئش حد، ما بتحركش بشكل سريع، ما عنديش ريتم في الاداء. فده اللي بيفاجئني. انما كثقه النادي الاهلي ممكن، لا، النادي الاهلي لو كسب بيراميدز هيبقى قريب بشكل كبير جدا يعني. صحيح. كابتن مصطفى نفس السؤال. نفس السؤال خص الاهلي، فيما يخص الاهلي. انا هقول لك، انت سالت مدحت قلت له الزمالك هياخد بنسبه كام؟ الدوري اللي هيحدد نتيجه الدوري العام السنه دي الفرق الصغيره اللي موجوده. مش لو الاهلي كسب بيراميدز او كسب الزمالك، دي الفرق الصغيره اللي موجوده دي هتبقى عقبه للثلاث انديه دول. هيحصل فيهم مفاجآت كبيره جدا. انما انت لما اجي ابص للعيبه بتاعتي، لعيبه النادي الاهلي زي ما قال سيد، لو انا اللعيب حاطط في دماغي، احنا بنتكلم على لعيبه النادي الاهلي اللي احنا عشنا فيه وتربينا فيه، لو انا هنزل عاوز اكسب المباراه بكسبها، بيبان من اول ثانيه في المباراه. طيب كابتن مصطفى، انا فاكر كويس حضرتك قلت لي في الماتشات اللي فاتت، قلت لي الماتشات اللي جايه دي ماتشات لعيبه، قلت لك المدرب طبعا، ولسه بقولها لك برضه قلت لي لا دي لعيبه، احنا ده الراجل كده كده المدرب ده ايدك منه والارض. مظبوط. لحد دلوقتي ما شفناش اللعيبه حتى. ما انا بقول لك هنا وبرضه ايدك والارض من المدرب، بس برضه وما زلت عند كلمتي معاك يا ابراهيم. اللعيبه النادي الاهلي انا ما اعرفش هتفوق امتى. يعني انا الشيء اللي محير الناس كلها مش انا بس، ان اللعيبه في المنتخب شوف الاداء بتاعها عامل ازاي، وشوف في النادي الاهلي عامله ازاي. النادي الاهلي موفر لك كل شيء. فاللعيبه لحد هذه اللحظه اللي بكلمك فيها دي خذلت جمهورها وخذلت الاداره. لان ما حدش، انا واحد من الناس كنت احلم يبقى عندي كم كبير النجوم دي. انما اتضح ان كتره النجوم في الفرقه ده بيسبب مشاكل كبيره قوي. ده علاوه على ان المدير الفني عندك كل سنه وانت طيب. الشهاده لله يا كابتن ايمن. اول لما جه يسترب ده ما اعرفش كان ماتشين يا كابتن مصطفى، ماتشين ولا كان لعب كام ماتش؟ كان لعب له بتاع 4 5 ماتشات، وكنا في القهوه. فكابتن مصطفى بساله بقول له ايه رايك في يسترب؟ فاداني تصريح قلب الدنيا كلها، قال لي ولا مقتنع بيه ولا اي حاجه ولا عنده فكره، حاجه شبه كده يعني.
والدنيا اتقلبت. كابتن مصطفى عبده يقول لك بعد 4 5 ماتشات الراجل ده ازاي يا كابتن مصطفى ازاي ما اعرفش كذا كذا كذا. دي واحده. الثانيه الاهلي جايب صفقات كتير جدا جدا وعرضتها له هنا على القائمه، قال لي القائمه دي ناقصه دفاع، الاهلي هجوم كويس جدا جدا، دفاع الاهلي هيعاني من الدفاع. قلت له يا كابتن ده في كل مركز 2 و3، قال لي هيعاني من الدفاع. الشهاده لله الجزئيتين دول كابتن مصطفى تحمل فيهم نقد كبير، بس الراجل بيتكلم كلام صح. طلع في الاخر انه واقعي. صحيح يعني. هو انت عندك فكره يا كابتن ايمن ليه يسترب مع ان بدايته كانت كويسه مع الاهلي وفاز ببطوله، الا انه بعد كده هي مش مباراه الزمالك بس اللي هو في السوبر اللي كان بتاع السنه اللي فاتت. انما ادور عليه بعد كده. ابراهيم لما يجي لي انا كمدير فني لاكبر انديه موجوده في افريقيا وفي الشرق الاوسط، لما يجي لي 17 ضربه ركنيه ما اعملش منها تريكه واحده عشان اجيب منها جول. كابتن لا أيمن. هي انا شايف، انا يمكن قلت الكلام دوت في احد البرامج، ان لما سالوني المدرب يقعد ولا يمشي، ده من شهر شهرين كده، فقلت لا المدرب يمشي، ان ده مش شبه النادي الاهلي خالص. حتى في الرؤيه بتاعته، في التشكيله بتاعته، في مع انه التنظيم تحس ستايل بتاعه. مع انه تحس ستايل كده، ماشي بس على عيني وعلى راسي، ما جاش. بس عايزين ستايل في الملعب كمان، لان طبعا حاجه زي كده احنا بنشوف التنظيم بتاعك واسلوبك ايه في اللعب. يعني انت ساعات بتعمل تغييرات برضو مش اللي هي الانسب، لكن انا شايف ان هو مش هو بتاع النادي الاهلي اللي توظيف هو يا ايمن. بالظبط يا كابتن. احنا ده الاسلوب بتاعك ايه، احنا عايزين نحس ان النادي الاهلي بيعمل على راي حضرتك كابتن مصطفى، ان بتعمل جمله، حتى الجمله في الكره ثابته زي ما حضرتك بتقول. مفيش. فطبعا حتى يعني احنا بنقول ان الراجل، طب الماتش اللي جاي هيعدي، عشان كده طب اللي بعده، عشان كده يا كابتن ايمن طبعا لا، بعيد مش هو. حتى كان ايام ما جت سيره كابتن عماد النحاس انه هيمسك. طيب. لا، عماد النحاس في الوقت ده بص حضراتكم الاقدر انه كان يمسك النادي الاهلي. حضراتكم اشاوس وكلكم نجوم ونجوم كبار قوي يعني. لا نجوم مش كبار قوي في مش الكورة. قوي كده. لا كلكم نجوم كبار في الكوره يعني، ما حدش هيزعل عليكم انتوا الاربعه. لا يا حبيبي ربنا الله يكرمك يا كابتن. شوف عشان خاطر المثال ده مهم جدا نستخدمه كمرجعيه، عشان انا بتضايق جدا لما يجي حد يقول لك ايه، اي حد يدرب النادي الاهلي ومعاه اللعيبه دي يكسب بطوله، اي حد يكسب بطولات، اي حد. مش كده. لا. لازم مدرب جامد، عشان مش انت ما بتخشش تنافس على بطوله واحده. وانا لما اخش كنادي اهلي اخش كل ده اخد لي بطوله واحده، وانا كده ده المنى؟ لا طبعا. لا. الاداء نفسه في الملعب هو اللي يقول لك انت مدرب كويس ولا اذا لا. خلينا نتفق ان حتى لو انت عندك اجمد تشكيله في العالم، اجمد لعيبه في العالم، لو ما عندكش مدرب بقوه شخصيه، بقوه اداريه، بعقليه فنيه متميزه، مش هتقدر تحقق حاجه. ده ردا على الجزئيه بتاعت مانويل جوزيه، جاله لبن العصفور، كان اي حد يقدر كان شخصيه قويه، لو يسيطر على مانويل الفرقه. جوزيه ما عندوش كان الشخصيه دي الاهلي طبعا. كان ده النقطة. هو خلي بالك يا ابراهيم برضه، انت لما بترجع تقول الزمالك واهلي بالاخص، ايه اللي بيخلي لعيب يبقى نجم في الزمالك او اهلي؟ شخصيته اول حاجه. مظبوط 100% 100% مظبوط. شخصيته حتى لو بيجيبه من نادي صغير. مظبوط. لو انت مش جايب اللعيب دوت وعارف اللي هو ليه شخصيه في الملعب، وهو عارف يتحمل مسؤوليه، يعني ايه بطولات، بدل لما كان بيلعب في بطولتين كاس ودوري في نادي عادي، جاي يلعب 4 5 بطولات من ضمنهم افريقيا. انت فهمتني ازاي؟ لو هو ما عندوش شخصيه ويفرض نفسه مش هيعرف يلعب في الزمالك واهلي. نفس قصه المدرب لو مش جاي وعارف ان الفرقه دي فيها كميه نجوم يا كابتن مصطفى، يبقى المدرب هنا بدون قطع كلامك، يبقى المدرب هنا هو اللي لازم يجيب اللعيبه، مش النادي اللي يجيب اللعيبه. لا انا مش عاجبك الكلام ولا؟ لا بس انا معترض على حاجه صغيره. إيه؟ على حته كتر النجوم. النجوم دي انا عايز اشوفها في الملعب. ماشي، ما هو ده الاسماء ما كل مصر دلوقتي بقى فيها اسماء، وكل نادي عنده اسماء. لا مش كل مصر، لا يعني بيراميدز، اهلي، زمالك. لا بس انا بتكلم يا سيراميكا عنده وسيراميكا يعني في حوالي 6 7 انديه، 5 6 فرق عندهم اسماء. انما هي النقطه، انت النجوم دي انا نفسي اشوفها في الملعب. انا معاكم جدا في حته المدرب، ولازم يبقى شخصيه ويقدر يتحكم في الفرقه، وخصوصا في فرقه زي النادي الاهلي. واوضه اللبس مهمه جدا ان هو يقدر يتعامل معاه ويتحكم فيها بشكل كويس. انما برضه في نفس الوقت اوعى تشيل من دماغك حته اللعيبه. اللعيبه وامكانياتها دي نقطه مهمه. ضربت مثل. طيب انت ضربت مثل صغير. مانويل جوزيه بيخطف اي حد في فرقتكم وانتوا كلكم، يعني معلش انا اسف مع احترامي للنجوم اللي موجودين دلوقتي، يعني هو كان اعلى بكتير يعني كاسماء. كان بيخطف الكبير عشان الباقي كمان يحس ان هو لا بيذبح القطه. يعني ده
ده عمل مشكله مع فلان، فانت بتبدا تقلق. خلاص هو خلى اوضه بيخطف اللبس الكبير. كلها اوضه اللبس كلها مكهربه. انما في نفس الوقت جه كابتن حسام بدري بعدها خد بطولات، كابتن محمد يوسف بس برضه بنفس كابتن اللعيبه حسام خد بطولات. فده يرجعك ليه؟ برضه في نقطه اللعيبه اوعى تشيلها من لا دي اساسي. من الحسبه. اللعيبه مهمه. هو سيد اللي انا بوضحه اللي انا بقوله لك النهارده، انت لما تيجي تبص في الدوري العام كله بيقول لك، قال لك النادي الاهلي، جماهير النادي الاهلي ما كانتش متخيله تخمه اللعيبه القويه اللي جت السنه دي. أيوة، التخمه دي أيوة. تمام. النهارده لما تيجي تبص لكل الفرق يا سيد هتلاقي اقوى سكواد واقوى تلت هجومي موجود في الدوري المصري هو النادي الاهلي. بس هنا التوظيف فين؟ الشخصيه المدرب فين؟ بس عشان اقل يبقى انا عدد كمدرب أهداف. يبقى اعزف سيمفونيه كويسه كمدرب، ده انا معايا احسن لعيبه في العالم العربي كمان. والعكس هو اللي بيحصل. كباتن انا اتشرفت بيكم جدا جدا في الحلقه الممتعه ديت، وبتشرف دايما بوجودكم معايا يا كابتن مصطفى. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. ربنا يخليك يا ايمن، انا مبسوط معاك الكابتن ايمن، سعيد كابتن بحضرتك. مدحت ربنا يكرمك. وعم سيدي النهارده اللي جانا متاخر. طبعا سعيد. بعتذر يا كابتن مصطفى. خاطر يا انا كابتن مصطفى. بعتذر يا كابتن مصطفى. ربنا يوفقك. ربنا يبارك في عمرك يا رب. اشكرك شكرا جزيلا يا ربنا كابتن سيد، يخليك. شرفتنا ونورتنا. كابتن ايمن بشكر حضرتك شكرا جزيلا انك ما شرفتنا تنساش الاعلان ونورتنا. بس. الله انت وعدتني من سنتين ثلاثه نعمل اعلان، بس ما تنساوش بس عشان قدام كابتن مصطفى طيب وكابتن يعني سيد. كلها سنتين كمان يا كابتن أيمن سنتين زولفة. كمان لما 28 ان شاء الله يا كابتن. انا معاك راجل ماشي، جايب انا أهداف مكمل وأهداف مكمل والله جامدة واهداف سريعه. والله ما هزهق. قلت له يا كابتن ايمن ازاي يا كابتن ايمن ما اشتغلتش بيه وما عملتش بيهم ماشي. اعلانات؟ ده كابتن مجدي عبد واحد كان الغني. عمل من يقول واحد ملايين طلع دلوقتي عينينا في فيه. العالم. يا ساتر. طبعا. فقلت له يا كابتن ايمن انت اللي قصرت في حق نفسك. قال لي طب خلاص خلينا نظبطها، طب خلاص نعمل اعلان سوا. ده الكلام ده من 4 سنين يا كابتن مصطفى ولا شفته غير النهارده. خدني معاك. يا ريت يا كابتن والله يا ريت. ده شرف ليا يا كابتن مصطفى. ربنا يخليك. شرف ليا يا ايمن والله. ربنا يبارك في عمرك يا رب. ربنا يكرمك. كابتن ايمن كابتن مدحت بشكرك شكرا حبيبي جزيلا، وحبيبي. شرفتنا ونورتنا. ربنا متشرف بيك يخليكم. دايما. انا اللي سعيد أشكرك. إني كنت موجود معاكم. اشكرك شكرا ربنا جزيلا. يخليك. دي كانت حلقتنا النهارده. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، بشكر فريق عمل بالكامل. نشوفكم على خير ان شاء الله باذن الله بكره. السلام عليكم.